السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ. وقبل أي حاجة أنا حابب أشكر كل الناس اللي عملت اشتراك وعملت لايك وتابعت الفيديو للآخر، وفضلا لو تدعمونا باشتراك ولايك، وشكرا ليكم على وقفتكم معنا. ありがとう。 بتبدأ القصة بشاب بيجري من مجموعة مقاتلين وبيقول لنفسه بعد كل اللي عملته معاهم جايين يقتلوني، يا زمن ابن. وفجأة بيلاقي ضربة قوية في ظهره بتطيره، ويظهر واحد قدامه اسمه أشور بيقول: انت يا طماع يالا، بعد ما اتفقنا عينيك زغللت وعايز تاخد المصلحة لنفسك، بس الصراحة أنا فرحان إنك أنجزت المهمة الصعبة دي. بيرد عليه يونغ شين ويقول له: طب يا معلم، بما إني نجحت في المهمة مش لازم آخد مكافأة ولا إيه؟ بيرد عليه ويقول له: ودي تيجي برضه، أنا أنسى حبيبي، ده أنا محضر لك حتة مكافأة لوز اللوز، بس أنت اللي مستعجل على رزقك. مكافئتك اني هشنيرك واقتلك. في نفس اللحظة بيجي واحد من رجالة اشور من ورا يونغ شين وبيرفع ايده علشان يضربه. بنعرف هنا ان كل ده عبارة عن لعبة محاكاة للعالم الواقعي اسمها ساتسفاي، وعدد اللاعبين اللي بيشتركوا فيها حوالي 2 مليار لاعب من كل أنحاء العالم. اللعبة دي عبارة عن عالم واسع جدا لدرجة انه بيتسمى الكون التاني، وعدد المناطق اللي لسه مش معروفة فيه أكتر بكتير من الأماكن اللي تم اكتشافها، وإن في منطقة من المناطق المجهولة دي واللي اسمها كهف الشمال. جوه الكهف ده دنيا تانية خالص سعادتك، مليانة على آخرها بكل الأدوات والمعدات اللي محدش لسه اكتشفها. نرجع فلاش باك قبل المشهد ده بساعة، بنلاقي شين وهو لاعب من المستوى 73 من النوع المحارب واقف فرحان وبيقول: أخيرا لقيته. وبنلاقيه قدامه كنز من المستوى اس، كتاب الحرف الأسطوري. بيقول لنفسه: الصراحة دي كانت مهمة رخمة جدي، ولو حد غيري كان كبر دماغه وما كملهاش، بس بصراحة كانت مهمة محجرة من المستوى اس. أنا صرفت عليها فلوس قد كده عشان بس أشتري شوية معدات يساعدوني، وحتى لو أشهر دفع لي مبلغ محترم أنا مش هتعامل معاه تاني في أي نوع من أنواع المهمات. بلا وجع قلبي يا عم، ده أنا اتنفخت. هنا بتظهر له رسالة من النظام إن عشان يستخدم الكتاب لازم يكون معاه أداة تانية اسمها عين بلاريان. بيتفاجئ شين ويقول: أنا عارف الأداة دي كويس. بيفتح المتجر علشان يشوف سعرها وبيلاقي سعرها $500,000. بيلطم من المفاجأة ويقول: يا نهار اسود، ده أنا مستلف من طوب الأرض عشان ألعب اللعبة الفقرية دي، اجيب منين انا اصلا فلوس تاني؟ ده عايز شغل بعد الظهر لوحده. وفجأة بتظهر رسالة من النظام: تم العثور على عنصر اسطوري، كتاب باجما. الكتاب بيحتوي على مهارات باجما للحدادة، لو تم استخدام الكتاب هتبقى سليل باجما المستوى الأسطوري، وهيتم زيادة الشهرة 500 درجة في كل القارة. بيقف شين مبلم وباصص للكتاب ومش مصدق نفسه من المفاجأة، وبيقول: مستوى أسطوري؟ مين كان يصدق إن ألاقي كنز جبار زي ده؟ يا سلام لو استخدمته، ده أنا هبقى من أعلى اللاعبين في اللعبة دي كلها. فجأة بيفوق من أحلامه ويقول: لا، فوق لنفسك كده، أنت مش قد أشور. أنت لو قلت معاه مش عارف رد فعله هيكون عامل إزاي، ولا أقولك أنا بيعه أحسن، ده ممكن يعمل له حوالي 1,000,000 يوان. وبيفتكر هنا أحواله المكحولة وإزاي بسبب اللعبة دي استلف فلوس من طوب الأرض واضطر إنه يشتغل شيال في مصنع، ومن حبه في اللعبة بقى بيقضي فيها كل وقته لدرجة إن أصحابه بعدوا عنه وعيلته استعوضوا ربنا فيه. هنا بقى بيقول لنفسه: بس مع الكتاب ده أنا هبقى في حتة تانية خالص، أرجع لأهلي وأشبرق عليهم، هو ده الحل الصح، أنا لازم أروح أبيع الكتاب. بيحاول يعمل لوج أوت من اللعبة لكن بتظهر له رسالة: لا يمكنك تسجيل الخروج الآن. وفجأة بيلاقي عمنا أشور واقف وراه وطالع منه هالة مرعبة وعينه بتطق شرار. في نفس الوقت بتجيله رسالة من النظام: الإيرل أشور من المستوى اس اس اكتشف خيانتك ليه وجاي يعمل معاك الجلاشة. نرجع هنا لنقطة البداية، والمقاتل رافع ايده وهينزل عليه علشان يقتله. بيقول لنفسه: لا، انا مش هموت بالسهولة دي. بيتفادى ضربة المقاتل وبيقول: لا، ده انا من مستوى 73 يا صيع. وبيفعل درع الحارس عشان يصد ضربة تانية من المقاتل، لكن فجأة الدرع بيتدمر حرفيا وبياخد ضربة مرعبة بتطيره في الهواء وبتاخد نص الاتش بي بتاعه.
بيقول لنفسه ايه يا عم القوة دي؟ ده انت في المستوى 300 ولا زي اشهر ولا ايه؟ انا عارف ان اللعبة دي مش للي زيي من الاساس، انا عيل فقري. في نفس الوقت بيلاقي كل رجالة اشهر بيهجموا عليه، وفجأة بيفتكر الكتاب الاسطوري، فبيقول انا لو مت دلوقتي يا ترى الكتاب كمان هيختفي ولا ايه اللي هيحصل؟ طالما انا كده كده مش قادر عليهم ومش هعرف ابيع الكتاب، يبقى مفيش قدامي غير حل واحد. بيمسك الكتاب في ايده، وهنا بيصرخ اشور في رجالته اقتلوه بسرعة قبل ما يفتح الكتاب ويستخدمه. في نفس اللحظة بيكون شن فتح الكتاب بالفعل، وبتخرج منه هالة جبارة تظهر رسالة من النظام: سيبدأ التغيير الآن، كل المستويات رجعت للصفر، انت دلوقتي بقيت سليل بجمة. بتظهر مهارات كتيرة جدا عن الحدادة اكتسبها فجأة. بيحس وقتها شن ان قوته زادت، فبيقول ده كده فل الفل، تعالوا لي بقى وروني نفسكم. في نفس الوقت بتظهر رسالة: تم انتهاء التغيير، حصلت على لقب أسطورة، أنت في المستوى رقم 1. بيصرخ بكل قوة: ده أنا هعمل منكم بطاطس محمرة. وبياخد ضربة في وشه بالسيف، وبتظهر رسالة: أنت رحت فوق ولاش. بعدها بتظهر رسالة إنه هيتم خصم مستويين، وأنت الآن في المستوى -1، لن تتمكن من دخول منطقة النبلاء. بنلاقي أشهر واقف وهيتجنن من الغيظ، وشين واقع قدامه ويقول له: هو مفيش في قلبك رحمة؟ كل ده عشان استخدمت العنصر ده؟ بتجري ورايا انت ورجالتك بقالك شهر، يخرب بيت ابوك، انت واخد الموضوع على صدرك كده ليه يا عم؟ بنروح لبيت في وسط المدينة، وبنلاقي شين خارج من كبسولة اللعبة، وامه وراه بتقول له: يا ابني اللعبة دي هتضيع مستقبلك. بيرد عليها: يا حاجة ده انا كنت هكسب مليون يوان، بس انا اللي فقري. بنروح لمكتب عمليات ساتسفاي شركة اس اي. بنلاقي واحدة اسمها تشوي ناهي، ودي قائدة فريق العمليات، وقدامها واحد اسمه ليم تشان مطور شركة اس اي ومرشد في ساتسفاي. بيقول لها: قلت ان في واحد غير مستواه من 5 دقايق، جهزت التقارير؟ بتشرح له اللي في التقارير ان في واحد اسمه شين في المستوى 73 بقى في المستوى -1، طلب منه ايرل اشور مهمة سرية، وحصل على كتاب نادر لبجمة، والشخص ده عاطل ومدمن للألعاب، بقاله سنة مش بيعمل حاجة في حياته غير ان هو بيلعب، وخلال 3 شهور بس قدر يكتشف اماكن كتير جدا في اللعبة دي، بالرغم ان الاماكن دي كان فيها وحوش من المستوى 200 وانت طالع، ومات يجي مليون مرة، لكن برضه بيرجع يلعب تاني. هنا بتقول له: انا شايفة ان كل اللي حصل معاه كان صدفة، من الاخر حظ مبتدئين. فبيقول لها: انا شايف ان عناده واستمراره في اللعب هو السبب، ده غير ان نتائج تحليلات كمبيوتر مورفيس المتطور بتقول ان مستحيل حد يوصل للكهف الشمالي غير بعد 2 سنين من اللعب. ده بقى وصل وقدر يكتشف كمان الكنوز اللي هناك في المدة القصيرة دي. الواد ده عنده حاجة مختلفة بالرغم ان مستواه في اللعبة ضعيف. الغريب بقى انه بعد ما وصل للمستوى الاسطوري تم تطبيق عقوبة الاسطورة القياسية عليه، ورجع تاني للمستوى 1، وبعد ما مات رجع مستويين وبقى في المستوى -1، ودي اول مرة تحصل في تاريخ اللعبة. فبتتفاجئ وتقول له: يعني كده في مشكلة في نظام اللعبة ولا ايه؟ المفروض نعمل تشيك ونعالج المشكلة دي في اسرع وقت. بيقول لها: مش وقته دلوقتي خالص، وبعدين المشكلة دي بسيطة طول ما هو عبيط ومستوى ضعيف، غير ان سليل الفئة الاسطورية دي بيبقى اصلا ضعيف في القتال، يعني في كل الاحوال ما فيش منه ضرر. بيخرج ويسيبها وبيمشي. بنروح للمصنع اللي شغال فيه شن، بنلاقي رئيسه في العمل بينادي عليه وهو سرحان، فبيهز زميله في الشغل ويقول له: إيه اللي واخد عقلك، مش عايز تقبض ولا ايه؟ فبيروح ياخد القبض بتاعه، وبيسمع زمايله في الشغل وهم بيتكلموا عليه ويقولوا: الواد ده مش نافع في اي حاجه خالص، حتى فاشل في الشغل لدرجه انه مش بيستحمى زي البني ادمين، وريحته كانه طالع من بق كلب. بيخرج تشين من الشغل ويقعد على الرصيف في الشارع ويبص للمرتب اللي في ايديه ويقول: طب ده هيكفي ايه ولا ايه؟ يا ترى هيكفي دور كمان في اللعبه؟ ويا حظي النحس، الكتاب ده كان ممكن يغير لي حياتي لو انا بعته. بعد كل التعب والفلوس اللي صرفتها في اللعبه في الاخر ابقى في المستوى -1. ياه قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. في نفس الوقت بيكون معدي بالعربيه لم، وهو رائد ساتسفاي، وبيكون بيفكر في شن وبيقول لنفسه: الواد ده عنده ميزة مهمة جدا، لو عرفها هيبقى في حتة تانية خالص. الميزة دي انه مش بيعرف امتى يوقف لعب. في نفس الوقت بيقول شن لنفسه وكأنه سامع لم، فبيقول: انا مفيش حاجة بعرف اعملها في حياتي غير اللعب، انا هروح اجرب حظي تاني في اللعب. بنروح لبيت شن وبنلاقيه جوه كبسولة اللعبة، وبيقول لنفسه: مش هخسر حاجة، على الاقل اعرف شكل المستوى -1 ده هيبقى عامل ازاي. وفعلا بيعمل لوجن وبيدخل
بيدخل اللعبة وبيظهر في مكان مهجور، وبيتفاجئ انه مرجعش تاني للكهف اللي كان فيه اخر مرة. فبيقرر انه يستكشف المكان اللي هو فيه. بيلاقي قدامه جبل، جوه الجبل بنلاقي مجموعة مقنعين بيعملوا تعاويذ، وسطهم بنت نايمة على صليب. في نفس الوقت بتجيله رسالة من النظام انه دخل لمكان اسمه ياتيان، فبيقول لنفسه المكان ده خطر جدا، ده عايز لاعبين من مستوى اكبر من 150. بيفتح النظام عشان يشوف قوته ومهاراته، بيلاقي نفسه لو حد عدى من جنبه بس هيموته. فبيقول ده كده انا فعلا في المستوى -1، النظام مش غلطان. وهو بيقلب في المهارات بيلاقي امكانية انه يقدر يستخدم اي اداة موجودة معاه مهما كان مستواها. فبيقرر يجرب، وبيلاقي نفسه استخدم سيف مامون المقدس ودرع مانجل، ودول من المستوى 60 اصلا. بيتفاجئ وبيستغرب جدا، ويقول انا عشان اقدر استخدمهم كنت محتاج على الاقل تكون قوتي اكتر من 200. ازاي ده حصل؟ ده انا قوتي 1. في نفس الوقت بتظهر له رسالة ان هيبقى في عقوبة نتيجة انه لبس لبس مش نفس المستوى بتاعه، وان قوة الهجوم الخاصة بالسيف هتقل بنسبة 30%، وقدرة دفاع الدرع هتقل بنسبة 20%. فبيقول يا عم ماشي، واحنا لاقيين انا كده كده بعقوبة من غيرها قوتي اصلا اقوى 10 اضعاف من قوتي قبل كده. ده كده اتعشت على الاخر. بيقعد على ركبه من الفرحة وبيقول اخيرا الحظ ضحك لي تاني. لكن فجأة بيفتكر انه في مكان من المستوى 150. فبيقول ايه العبط اللي انا فيه ده؟ وانا حد باصص لي في حياتي ولا ايه؟ اللي خدته باليمين هاخده بالقلم على وشي من الشمال، ده انا مش هستحمل ضربة من اي حد هيعدي من قدامي. المهم بيقف يتفرج على مجموعة المقنعين وهم بيعملوا التعاويذ، وبيقول اسلم حل افضل مستخبي والا هموت، ده لو حد نفخ في وشي هيخرمه. فجأة بيظهر وراه شبح شخص مقنع، بيحط ايده على كتفه، بيتنفض شين من الخضة، وبحركة لا ارادية بيوجه ضربة وراه. بيتفاداها المقنع اللي كان واقف وراه، بيقول له حاسب الله يخرب بيتك كنت هتموتني. بيكشف عن نفسه ويقول له انا حارس سري تحت قيادة الايرل ستيم، اسمي دوران، وجاي عشان انقذ بنت الايرل ستيم اللي نايمة هناك دي. من شكلك كده انت مش واحد منهم، المهمة دي صعبة جدا بس الحمد لله لقيت حد يساعدني. بيتفاجئ شين من كلامه. في نفس الوقت بتظهر رسالة من النظام بتقول له دي مهمة من المستوى اس، وهي انقاذ ابنة الايرل ستيم، وفي المقابل هياخد 3000 جولد مكافأة، وكمان هتبقى ابن للايرل، ولو فشلت هتنزل مستويين. فبيقول لنفسه هي ناقصة الحكاية، يلا مهمة تاني من المستوى اس. في نفس الوقت بيقول له دوران وجودك لغاية دلوقتي في المكان ده ومن غير ما تموت من الرعب معناه انك محارب قوي جدا يا شيخ اتنيل. بيفتح شين النظام وفعلا بيلاقي ان عنده مهارة اضافية بتقلل التأثيرات السلبية زي الخوف والرعب والوهم. بيكمل كلامه دوران ويقول له انا حظي من السما انك هتساعدني. بيرد عليه شين انت بتقولني كلام قسما بالله ما قلته، مين جاب سيرة اني هساعدك اصلا؟ بيقول لنفسه هي بصراحة مغرية، 3000 جولد دول يعملوا حوالي 3 مليون ونص يوان، يعني ممكن اشتغل 3 4 شهور، ده انا ايه، انا هتروق، بس لو خسرت هبقى في المستوى -3. هنا بيرد عليه دوران وبيقول له ابوس رجليك وضوافر عينيك، خليك معايا، انت تقدر تواجه طاقة الظلام، انا من غيرك هضيع. فبيقول له شين لا انت فاهم غلط، انا اصلا في البلالة، انا هنا بالحظ مش اكتر، ده انا كنت في المستوى، انا اصلا في المستوى -1. المهم بيقعد يتحايل عليه دوران والتاني مصر انه مش هيساعده. وسط كلامهم فجأة بيخبط شين حجر برجله، فبينزل على دماغ واحد من المقنعين وبيجيب اجله. فبيشوفوا المقنعين في نفس الوقت وبتظهر رسالة من النظام انه تم تفعيل المهمة، يعني البس، يعني اخونا شين لبس في الحيطة خلاص. وبيقول له دوران الحمد لله جت من عند ربنا، انت دلوقتي بقيت عدو المعبد ياتان، يعني محطوط معايا في الحوار غصب عن عين امك. في نفس الوقت بيهجم عليه مجموعة كبيرة من المقنعين، فبيطلع دوران سكاكين ويقول له انجز بقى مفيش وقت للهري، انا هشغلهم وانت روح انقذ البيت. وهنا بيهجم عليهم المقنعين، بيتخض شين ويقول لنفسه يا نهار كحلي، ده انا بكل العناصر اللي معايا ويا دوب قوتي توصل للمستوى 34، هعمل ايه هنا قصاد التيران دي كلها؟ في نفس اللحظة بيهجم عليه واحد من المقنعين من ورا، لكن فجأة بيلاقيه شين ميت ومتكوم جنبه وفي دماغه سكينة من سكاكين دوران. في نفس الوقت بيهجم 2 تانيين على دوران اللي بيرشقهم بالسكاكين، بيطير في الهواء بحركة بهلوانية رهيبة وبيحدف كام سكينة بترشق في 4 من المقنعين وترقدهم. اول ما بيشوف شين مهارة دوران بيقول في نفسه الحمد لله اتكتب لي عمر جديد، مع وجوده معايا مفيش اي مشاكل ان شاء الله هتحصل. لسه ما خلصش كلامه بيلاقي مجموعة بتهجم عليه، فبيقف في ظهر دوران اللي بيقول له احنا كده مش هنخلص. بيزق شين وبينطوا في الهواء وبينزلوا من مكانهم لمكان البنت. بيفعل مهارة بتقلل من الجاذبية وبيتفاجئ شين اللي كان هيلبس بوشه في الارض انه طاير في الهواء. بيشكر شين دوران على انقاذه وبيقول له دوران المهمة دلوقتي بدأت،
يلا بقى عيش يا معلم. في نفس الوقت بيؤمر قائد المقنعين رجالته انهم يهجموا عليهم، فبيبداوا يعملوا تعويذه، وكالعاده بيهجم عليهم دوران بالسكاكين ويرشقهم كلهم، ومن وراه واقف شين مبسوط بيه ويقول لنفسه لو فضل على كده انا هنجز المهمه، انا لازم اشجعه. بيفضل يشجعه من مكانه ويقول له العب يا مان، العب يا دوران. فجاه بيقدر المقنعين انهم يفعلوا تعويذه السحر الاسود، وبنلاقي دوران واقف والتعويذه بتصيب دراعاته ورجليه وبيصرخ من الالم، لكن فجاه بيضرب بايده فيها خاتم غريب وبيكسر التعويذه. هنا بيقول شين لنفسه ايه ده شكله NPC باسم. في نفس الوقت بيكون مفعل دوران مهاره رهيبه وبيخرج من ايده عشرات السكاكين اللي بتروح في اتجاه المقنعين، لكنهم بيفعلوا درع الحمايه وبيصدوا الضربات وسط ذهول دوران وشين. في نفس الوقت بتظهر واحده بتقول دي فرصه نظيفه والله، ده اخركم على فكره، وبما ان مهمتي من مستوى اس اني احمي المكان فانا اعتبر نفسي انجزتها، لا وكمان خصمي NPC، ده هيبقى ماتش سخن على الاخر. نسيت اعرفكم بنفسي، انا يورا، وبنعرف هنا ان يورا هي اللاعب رقم 1 عالميا في السحر الاسود والخامس على الترتيب العالمي، وهي من كوريا الجنوبية، مشهورة جدا على مستوى العالم بجمالها وقدراتها وموهبتها، وهي الوحيدة اللي وصلت لأعلى المستويات في فئتها وقدرت تجمع بين التعويذ والسحر. من الآخر معلمة على كل سحرة السحر الأسود. بتكمل كلامها وتقول أنا حظي حلو عشان في مهمتي هقابل دوران بنفسه. بتوجه ضربة قوية في اتجاه شين ودوران اللي بيتفادوا الضربة. توجه كلامها لشين وتقول له هو انت بقى اللي اخدت المهمة من مستوى اس؟ فرصة بقى ان اتدرب فيك. بس ايه يا معلم المعدات اللي معاك دي؟ درع منجل وسيف ممون، انت اخرك المستوى 80، انت متأكد انك هتسد في المهمة دي؟ ما تعرفيش ان هو -1؟ ما علينا. بتوجه ضربة تانية قوية في اتجاههم. هنا بيقول دوران لشين ابعد انت وسيب لنا الطلعة دي. بيتفادى ضرباتها بمهارة رهيبة وبيحدف عليها سكينتين، لكنها بتصد الضربة وبتفعل سحر بتخرج معاه هالة من الارض بتلف حوالين رجلين دوران وبتقيده. هنا بيقول لها انت فاكره انت كده شليتي حركتي؟ وبينط في الهواء وبيقدر يتحرر من التعويذه. بيضرب ناحيتها كذا سكينه لكنها بتصدها كلها بكل سهوله باستخدام السلاح بتاعها، وبتقول له حلوه الحركه دي بس مش احلى من حركتي. فجاه بيلاقي هاله سحر جايه من وراه وفوقه وبتقول له انا شايفه انك تخنت حبتين اليومين دول، ما تخليني اساعدك في الرجيم، اسحب واسحب شويه دم من جسمك. وفجاه بتفعل السحر وبنلاقي دوران واقف متأيد وبينزف دم من كل جسمه، وبتقول له دي مهارة متقدمة بتستنزف 30% من المانا بتاعتك، انت تخسر يا برنس. فجأة بيخرج من دوران طاقة مرعبة على شكل برق ذهبي بتفك السحر، وبيظهر في ايده خاتم وبيقول لها مش كل طير اللي يتاكل لحمه، ايه رأيك بقى في القوة اللي قدرت تحمي العيلة ل100 سنة؟ بتتفاجئ يورا من قوته وان معاه مهارة من المستوى 220 واللي بتديله دفاع غير محدود ضد هجمات الخصم وبتحميه من التعويذ وبتسرع شفائه. في نفس الوقت بيوجه دوران مجموعة السكاكين في اتجاه يورا اللي برضه ولا في الدموع، بتصدها كلها بسهولة وبتقول في نفسها شكله مش سهل الراجل ده، والواد اللي معاه مش عامل له حساب، انا هتجنن ازاي بمستوى العيان ده موجود في مكان قوي كده. فجأة بيلاقي شين مجموعة من المقنعين جايين عليهم. بيقول شين لدوران الحق دول رجعوا تاني. هنا بتستغل يورا الموقف وبتستخدم سلاحها وبتعمل تعويذة ظلام الملوك، وبتستخدم اقوى ساحر عندها وبتستخدم كل المانا اللي عندها علشان تقدر تفعله، وبتفعل سحر العاصفة المظلمة. ومن قوة الهالة بيقول لنفسه رحت فابونيكلا خلاص. فجأة بيظهر قدامه شين وبيحصل انفجار رهيب، بنلاقي المكان بيهتز بقوة وبينهار حواليهم. بتجري يورا وتقول اي نعم السحر ده اقوى من اللازم بس على الاقل قضيت عليهم. فجأة بيظهر قدامها شين ولا كأنه حصل له حاجة، مفيش حتى خدش فيه، وسط ذهول دوران ويورا اللي بتقول ازاي في واحد عنده قوة زي دي وانا عمري ما سمعت عنه، مين الشخص ده؟ نفس الوقت بتظهر رسالة لشين ان صحته بقت واحد، اللي بيكون متفاجئ زيه زيهم انه لسه عايش، لكن بتظهر له رسالة تانية بيعرف منها ان عنده مهارة اسطورية اسمها الاساطير لا يموتون بسهولة، ودي بتخليه منيع ضد كل الهجمات لمدة 5 ثواني، وبتتفعل المهارة دي لما بيقل مستوى الصحة عنده، وكمان المهارة دي مش بتستهلك اي حاجة من النقاط. فجأة بيدوس دوران على كتف شين وبينط في الهواء ويستغل حالة الذهول اللي فيها يورا وبيوجه لها مجموعة من السكاكين، لكنها بتفعل مهارة درع الكريستال وبتصد ضرباته، وبتقول في نفسها اهم حاجة
حاجه اخلص على الواد الصغير ده وبعدين اشوف دوران. فجاه بتبص على شين مش بتلاقيه قدامها، بتتعصب وتقول ازاي خرج من اللعبه، انا مش فاهمه هو بيفكر في ايه بالظبط. في نفس الوقت بنلاقي شين في الكبسوله شايل الطين وقدامه رساله بتقول انت مت ونزلت مستويين وبقيت في المستوى -3، وبما انك مت مرتين خلال 24 ساعه مش هتقدر تدخل اللعبه الا بعد 12 ساعه. وبنعرف هنا ان سبب موته لما دوران داس على كتفه عشان ينط في الهواء. نحس من يومك. بيتعصب شين جدا ويقول يعني كان لازم تنط عليا يا عم دوران، فقيك قوي بروح امك. بنرجع ليورا اللي واقفه متعصبه جدا وتقول لنفسها خرج من اللعبه وما كملش قتال معايا، هو مش شايفني ندي ليه، والله ما هرحمه يا بنتي، والله ده اتفه من كده بكتير وهدور عليه وهجيبه. نرجع لشين اللي بيضرب اخماس في اسداس وبيقول يعني يا عم دوران انت لبستني في مهمه مش عايزها وقلت ماشي، لكن تقتلني بالغلط قسما بالله كده كتير. فجاه وهو سرحان بتيجي من وراه اخته سين وبتقول له هو انت لسه بتلعب اللعبه العبيطه دي يا ابني، انت مش شايف اوضتك بقت عامله ازاي، دي بقت مقلب زباله. بيتعصب شين ويقول لها يا ست انت مالك، اوضتي وانا حر فيها. بتبص على اللعبه وتقول له هو انت ممكن حقيقي تكسب منها فلوس؟ يقول لها امال ايه، دي اللعبه دي فيها 2 مليار لاعب، لو ركزت فيها ممكن تعملي فلوس جامده جدي. المهم بتخرج من اوضته وبتسيبه. بعد شويه بيكون شين قاعد لوحده في البيت بعد ما اهله كلهم راحوا الشغل واخته في المدرسه، وفاتح قناه ساتيسفاي وبيلاقي اخبار ان المعبد ياتان اتدمر امبارح، وبيلاقي انهم اكتشفوا الفاعل وبتظهر قدامه صوره يورا، وبيلاقي واحد كان موجود وقت القتال وبيحكي ان في مقاتل قدر يصد اقوى ضرباتها من غير ولا خدش. فبيقول لنفسه قشطه الزهر لعب معايا ولا ايه، ده انا بقيت مشهور. يمسك الموبايل ويكلم المركز الاستشاري ويقول لهم انا عايز اقول تصريح، انا الشخص اللي عامل قلبان في الاخبار واسمي في اللعبه جريد. فبيسالوا اللي بيكلمه عن مستواه فبيقول له -3. فجاه الخط بيقطع، بيقعد على الارض ويقول انا عارف نفسي نحس. فجاه بيذيعوا في التلفزيون مشاهد من مكان المعبد وبيلاقي ان دوران قدر يخرج معاه بنت الايرل ستيم لكن مش بيكون قادر يمشي، وبعد شويه بيقع على الارض وبيموت وجنبه البنت بتعيط عليه. المهم بيزهق شن ويقوم ياخد تعسيلة وسايب التلفزيون شغال. يظهر واحدة عاملة لقاء مع لاعب اسمه كادز من المستوى 203 فئة المحارب. بتسأله المذيعة انت قدرت توصل للطبقة 53 في تصنيف الرتب الموحدة في وقت قياسي؟ فبيقول لها ده حقيقي، انا طلعت 30 مستوى في 3 شهور بس. بيتفاجئ شن باللي سمعه وبيقول ده سحر اسود ده ولا ايه، ده شكله كده عمل، ده انا بقالي سنين وما وصلتش غير للمستوى 80. نرجع للكادز اللي بيتحدى يورا علنا انه هياخد تصنيفها الخامس قريب قوي، وبيقول للمذيعه انت سالتيني عن سر ارتفاع مستوايا اهو يا ستي، وبيطلع سيف جامد تنين وبيفاجئ بيفعل مهاره وبتخرج من السيف هاله مرعبه على شكل برق احمر، وبيقول دي بقى مهارتي الخاصه بتخليني اقدر اعدل اي سلاح في ايدي، بتسحب من صحته وتزود قوته. المهاره دي حصلت عليها من 3 شهور بس، دي مهاره محارب الدماء، ده اسم فئتي الإبك. بيتفاجئ شن من كلامه، بيقول في نفسه فئة نادرة تانية وقدر باستخدام مهارة واحدة يوصل لكده، ما أنا كمان عندي مهارة لازم استغلها، مهارة سليل بجمة. بعد شوية بيدخل شن اللعبة وبيلاقي نفسه في مدينة باران. بيقول أنا فاكر إني جيت هنا قبل كده، بما إني بقيت عدو لجماعة اليتان يبقى مستحيل أفضل في المعبد كتير. في نفس الوقت بيسمع واحد بينادي ويقول بندور على لاعب مستوى أعلى من 130 عايز يروح لأنقاض المعبد. وواحد تاني بيقول إحنا بنجمع أعضاء لجماعة حارس الغابة يكونوا في المستوى 200 علشان نروح ندور على الخام الأزرق. بيقول جريد لنفسه حلو قوي ده، بيجمعوا لاعبين بمستوى أعلى من 100، أكيد الوحوش اللي بره القرية دي بمستوى 100، لكن اللي في مستوايا يقعد على جنب الحيطة ويبلله شوية عيش في مية. أنا هروح أي قرية مستواها أقل علشان أعرف أعيش. بيلاقي قدامه عربية بحصان فبيطلب من السواق إنه يوصله لأقرب قرية تنفع للمبتدئين. بيقول له مفيش غير قرية وينستون بس المشوار ده هيكلفك 10 ذهبات. بيفتح جريد شاشة النظام بيلاقي معاه 3 قطع ذهب و11 فضة، فبيقعد على جنبه ويقعد يعيط. بيقول لنفسه كل ده بسبب أشهر، أنا صرفت كل اللي ورايا واللي قدامي علشان مهمته، وفي الآخر غيرت الفئة بتاعتي وبقيت في -3. فجأة بتطلع في دماغه فكرة وبيقول لنفسه يا عم ده أنا سليل بجمة، ده أنا أصنع معدات وبيعها وبكده هكسب فلوس وكمان أرفع مستوايا. المهم بيفتح شاشة النظام وبيلاقي مهارة الحدادة في المستوى الأول، وبيعرف إن ليه 3 محاولات لصناعة أسلحة جديدة، فبيقرر إنه يعمل
سيف للصيد. بيطلب منه النظام انه يختار مواد السيف، فبيفتكر الخام الازرق وبيختاره. بعدها بيطلب منه ان يرسم شكل السيف، بيرسم سلاح على شكل سمكة قرش، بيختار خصائص السلاح، ويبدأ بعدها النظام انه يصحح الرسم ويعمل تعديلات بشكل تلقائي بناء على المواد والخصائص. تظهر قدامه شوية ارقام وشاشات صغيرة ويتفاجئ انه قادر يفهم الكلام ده كله. فجأة بيخلص النظام تعديلاته وبيظهر قدامه سيف ملوش حل. بيلاقي احصائيات السيف عالية جدا، غير ان السيف ليه مهارتين كمان جامدين قوي. بيقول جريد لنفسه ما فاضلش غير الخام الازرق عشان ابدأ في صناعة السيف. لكن فجأة بيلاقي ان في شروط لاستخدام السيف، اولها ان اللاعب يكون في المستوى 300 او اعلى، غير انه يكون قوته اعلى من 5000، وكمان اتقان السيف المتقدم تكون المستوى الثامن او اعلى. شويه حاجات بسيطه يعني. فبيقول لنفسه ايه الشروط المتخلفه دي؟ ده اعلى لاعب في الدنيا كلها وصل لمستوى 250. لو حولت كل النقاط بتاعتي للقوه عمري ما اوصل ل 5000. ايه القرف اللي انا عملته ده؟ يعني يا ربي اعمل سلاح قوي وما اعرفش استخدمه؟ انا موكوس. انا كده مفيش قدامي غير ان اروح انضم لجماعه حارس الغابه باي ثمن. وفعلا بيروح يطلب من الراجل اللي بيجمع اللاعبين، فطبعا بيرفضه. يقول له انت عبيط يا ابني، احنا بنجمع لاعبين مستوى 190 وانت شكلك بكل اللي معاك ما يجيبش 60. فبيقول له مين قال لك كده؟ ده انا في المستوى 100 بس المعدات اللي معايا هي اللي مستواها ضعيف. فجاه بيظهر واحد عضلات كده اسمه ريجاس، وبنعرف هنا انه تبع نقابه سيديكا، وهو في المركز الاول لتصنيف الفرق العسكريه، اسمه الحركي القبضه المقدسه. بيقول ريجاس النقابه عندها شغل كتير ومحتاجين ناس كتير، ممكن نشوف له اي شغلانه وخلاص. وبيوجه كلامه لجريد وبيقول له ايه رايك في معركه صغيره عشان تثبت لنا قوتك؟ بيروح جريد مديله ظهره وطيران. بيقول له معلش نسيت حاجه مهمه والله. بيجيله رساله من النظام بتقول له اختار اسم للسلاح الجديد. بيقول للنظام هو انت لسه في الحوار البلح ده؟ يا عم سميه بلح. المهم بيقرر انه يتعلم الحداد على اصولها، وبيروح لحداد ويطلب منه انه يساعده وينفذ له اي مهمه. فبيرفض الحداد وبيخرج يخبط دماغه في الحيطه ويقعد يعيط. فجاه بيلاقي الحداد خرج وراه ويقول له هتلم علينا الناس بعياطك ده؟ خد روح جمع شويه حطب زي دي. وفعلا بتجيله رساله بمهمه تقطيع 500 حطب. المكافاه بتكون 10 خبره و20 برونز. بيفرح ويروح لمكان مليان حطب والمفروض انه يقطعه. بيقول لنفسه افضل حاجه ان انفذ كذا مهمه بالشكل ده لحد ما اقدر اجمع ثمن التوصيله لمدينه وينستون. فبيمسك الفاس في ايده وبتجيله رساله انه مستوى فهمه للفاس 100% وانه اتعلم طريقه صنعها. بيلاقي قدامه ظهر ارشادات لطريقه تقطيع الحطب، وفعلا بيضرب في المكان المحدد وبيلاقي الحطب اتقسم نصين من ضربه واحده. بيفرح انه عرف السر بكل سهوله وانه هيقدر يخلص المهمه في وقت قصير. بعد ساعتين بنلاقي جريد نايم على الارض من التعب، ونقاط الاستامينا بتاعته خلصت لانه في المستوى -3 وما قطعش غير 150 واحده بس. بيحاول يقوم بصعوبه علشان يكمل ويشجع نفسه. فجاه بتظهر قدامه رساله ان تم فتح حاله جديده وهي الاصرار، وبترفع من احصائياته كلها وكمان بياخد 10 نقاط. بيفرح جريد وبيكمل شغل، وبعد 6 ساعات بيكون قدر انه يقطع 1000 قطعه. بيتفاجئ الحداد ويقول له انا مستغرب الصراحه بجسمك الضعيف ده، ازاي قدرت تعمل كل ده؟ يقول له يا عم انا بقول لك انا حداد وانت مش مصدق. يقول له على العموم خد مهمه جديده هي يا عم. وفعلا بيلاقي مهمه انه يجمع 80 قطعه حديد، والمكافاه 55 خبره زائد 50 درجه علاقه بالحداد. بنروح للمنجم وبنلاقي جريد واقف جنب 2 شغالين وهو خلصان على الاخر من التعب. فبيروح يسالهم ازاي يقدر يجمع الحديد المطلوب منه بسرعه. فيقول له واحد منهم سيبنا في اللي احنا فيه يا عم الحاج، احنا مش ناقصين قرف وصداع، روح هناك كده واشتغل بعيد عننا. فبيقف في مكان تاني وبيبدا يشتغل. فجاه بيقدر يوصل لقطع الحديد وسط ذهول كل اللي واقفين اللي مستغربين قوته برغم انه لابس الدرع بتاعه. بعد شويه حلوين بيكون الليل جه وجريد لسه شغال، واللي شغالين معاه في المنجم مبهورين بقوه اصراره. بتجيله رساله انه قدر يجمع 170 قطعه. فبيصرخ من الفرحه ويقول سلاحي هو اصراري. بعد شويه بيفتح جريد النظام وبيلاقي انه وصل للمستوى الاول، والقدرات الاساسيه لسليل بجمه تم تفعيلها ومعاه 40 نقطه، وعلاقته بالحداد زادت ب60 درجه. فبيطلب من الحداد انه يعرفه على ادوات يقدر يصنعها ويبيعها علشان يجمع ثمن التوصيله. فبيوريه الحداد سهم جافا. فبيقول له جريد ايه يا عم القرف ده يتباع بكام ده؟ يعني بقول لك عايز فلوس ماني كتاكت، انت مش بتفهم عربي ولا ايه؟ بيقول له يا ابني ده مش سهم عادي، ده مصنوع من الجافا
ومدموج بالفولاذ، وليه تأثير انه بيقدر يخترق دفاعات العدو. ده كمان مفيد لجماعة حارس الغابة قصاد اعدائهم من الجولم. فبيقول له مش تقول كده من الاول. بيفتح جريد النظام وبيدرس السهم وبيلاقي ان سعر الواحد 6 فضة ودرجة فهمه لصنعه 89%. فبيقول لو شفته بيتعمل ازاي قدامي هقدر اتقن طريقة الصنع. فبيقول له الحداد وانت جيت في جمل، تعالى يا عم اعرفك طريقة صنعه. المهم بيصنع الحداد قدام جريد السهم وبيعرفه خطوة بخطوة، وبعد كده يبدأ يجرب جريد بنفسه وبيلاقي الارشادات ظهرت وهو بيصنع السهم عن الاتجاهات والكيفية وحتى درجة حرارة الفرن. بعد شوية بيكون خلص وبتظهر رسالة انه خلص المهمة وحصل على 80 نقطة خبرة، ومعرفته بالحدادة زادت ب 30 نقطة وبقى معاه 3 سبائك جافا. وبيوصل للمستوى الثاني. بيجي بعد كده الحداد ويعرفه طريقة تشكيل رؤوس السهم وبيحط الحديد المنصهر في القوالب. فبيخرج الحديد على شكل رأس السهم وبيسيبه 40 دقيقة علشان يبرد شوية، وبعدين بيضرب عليه بالمطرقة على السندال، وبعد كده بيركب الراس في باقي جسم السهم. بتيجي رسالة لجريد ان اتعلم طريقة صنع سهم الجافا وبقى نسبة فهمه لطريقة الصنع 100%. بيقول له الحداد يلا يا عم جرب تصنع واحد والمواد المرة دي مجانا. بيبدأ جريد في صنع السهم، وهنا بيحاول الحداد انه يساعده في صناعة رمح السهم لانه لسه ما علموش طريقتها. بيقول له جريد لا انا هعملها. وبنعرف هنا ان بمجرد معرفته بطريقة صنع السهم بيتم اضافة طريقة صنع الرمح تلقائيا. بعد شوية بيكون صنع جريد شوية رماح للاسهم، والحداد واقف مبهور ازاي قدر يصنعهم. بيخرج جريد راس السهم من القالب وبياخدها على السندال على طول. فبيقول له الحداد يا ابني لازم تسيبها تبرد شوية. بيقول له جريد يا عم عارف، بس انا عايز اغير فيها شويه عشان عايز ابيعها بسعر اعلى. المهم بيكمل جريد الصنع وبيقعد يضرب بالمطرقه شويه على راس السهم، وبعدين بيركب راس السهم في الرمح. في نفس الوقت بتجيله رسالة تم تفعيل مهارة نفس الحداد الأسطوري. فجأة بيلاقي هالة خارجة من السهم اللي في إيده. بيتفاجئ جريد وبيلاقي قدامه رسالة إن مهارة نفس الحداد بتزود إحصائيات أي عنصر بيصنعه، ممكن كمان تضيف له مميزات خاصة في بعض الأحيان. بيلاقي إنه قدر يصنع سهم جافا من الفئة رير، وكمان يقدر يخترق دفاعات الخصم بالكامل. بعدها بيجيله رسالة بإنه أنجز المهمة وبقى في المستوى الثالث، وزادت إحصائياته ب4 نقاط، وسمعته في القارة كلها زادت 80 نقطة. بيتفاجئ جريد باللي حصل ويقول في نفسه السلاح ده يعتبر أفضل سلاح للأسلحة اللي في المستوى 20. المهم بياخد بعضه علشان يمشي وبيودع الحداد اللي بيديله الأسهم اللي صنعها، وبيكونوا 100 سهم غير ال3 سبائك جافا اللي صنعهم في الأول. بنروح لوسط الغابة في منطقة الحراس الخاصة بيهم، وبنلاقي مجموعة واخدين على وشهم من الوحوش اللي في المنطقة. بنعرف هنا ان دي نقابة زاديكا، وفي واحدة واقفة وبتنادي على باقي الاعضاء اسمها جيشوكا، ودي رئيسة النقابة، وبتكون واقفة وحواليها جثث للاعبين كتير قوي، وبتقول اللي ماتوا كتير جدا على الرغم من استعدادنا للمهمة دي كويس، وحتى كمان لو قدرنا نخلص على كل الوحوش اللي هنا الحصيلة تعبانة تنين، يا دوب 30 قطعة حديد اسود و7 معدن اوريشالكوم وواحدة معدن اوريشالكوم الازرق. بنرجع تاني لمدينة بايران وبنلاقي رئيسة النقابة قاعدة وقدامها باقي الأعضاء وبتقول لهم الهجوم الرابع لينا برضه فشل، احنا كده مش هيشترك معانا مستخدمين غير الكسر. وبنعرف هنا ان النقابة دي بتتكون من 17 عضو من فئات عالية، ولكن عشان عددهم قليل النقابة مش مشهورة، وبرضه بيحتاجوا للاعبين عاديين علشان يساعدوهم في تنفيذ المهمات. المهم بيقرروا ان هم ياخدوا فترة راحة 3 شهور يستجمعوا فيها قوتهم قبل ما يكملوا المهمة بتاعتهم، وبتطلب منهم رئيسة النقابة خلال ال3 شهور كل واحد يرفع مستواه 15 ليفل. بتسيبهم الرئيسة وبتروح عند متجر للأسلحة عشان تشتري أسهم. بتلاقي إن في واحد عارض 99 سهم بسعر 18 عملة فضية، يعني 3 أضعاف سعرها الطبيعي. بتقول مين العبيط ده؟ لكنها بتتفاجئ لما بتشوف السهم الأرجواني اللي من الفئة رير اللي قدر يصنعه جريد، ولما بتشوف إمكانيات السهم بتقول يا ترى مين اللي صنع السهم ده لو مش من أوائل الحدادين بانمير وستينج ده معناه انه قدر يعدي مستواهم. بنروح لمطعم وبنلاقي 2 من اعضاء النقابة قاعدين بيلغوا، وبتجيلهم رسالة من القائدة بمهمة البحث عن حدادين بشرط يكون مستوى اللاعب اقل من مستوى مهارته.
بنروح لمنجم حديد وبنلاقي واحد من العمال بيقول لبانمير صاحب المركز الأول في تصنيف الحدادين: أنا سمعت إنهم بيدوروا على حداد، بيقولوا إنه صنع حاجة تحفة. بيرد عليه بانمير وبيقول: أنا سمعت الأخبار، ده بيقولوا أسطى حداد صنع سهم من الفئة رير. وبيقول في نفسه: أسطى؟ ده أنا ما قالوش عليا أسطى لحد دلوقتي، يا ترى مين الشخص ده؟ بنروح لمكتب العمل وبنلاقي شين واقف في الطابور، وبيطلع المشرفين علشان يوزع عليهم الشغل المتاح. تاني يوم بيدخل شين اللعبة ويفتح النظام علشان يشوف سعر الأسهم بتاعته وصل لكام في المزاد، لأنه محتاج الفلوس علشان يمشي من القرية بسرعة. بيتفاجئ لما بيلاقي إن سعر السهم الواحد وصل ل 72 عملة فضية، وبيحسب حسبته فبيلاقي حسابهم حوالي 71 عملة ذهبية و28 عملة فضية. فبيروح لمكان المزاد علشان يسحب فلوسه، فبياخد 60 عملة ذهبية و59 عملة فضية لأنهم خصموا منه 10% عمولة. المهم بياخد بعضه وبيروح يركب العربية علشان يوصل لقرية وينستون. وهو بيدردش مع السواق بيعرف ان قرية وينستون هتبقى مدينة، وان وريث عيلة ستيم هيبقى لورد المدينة. فبيقول لستيم: انا حاسس ان سمعت الاسم ده قبل كده، عايش في مية البطيخ. بعد شوية بيوصل للمدينة، واول حاجة بيعملها بيشوف الادوات والعناصر اللي معاه علشان يشيل اللي مش محتاجه جوه المخزن ده، عشان مخليين حركته بطيئة شويتين. بيبدأ يقيم الدرع والسيف اللي معاه، فبيلاقي ان نسبة فهمه للسيف 33% ونسبة فهمه للدرع 65%. فبيقول: كل ما بيزيد فهمي للعنصر هتقل العقوبة اللي عليه. فجأة بتظهر له رسالة: نسبة العقوبة قلت في السيف من 30 ل 20 والدرع من 20 ل 8%. فبيروح للمخزن وبيطلب من المسؤول هناك انه يفتح له مخزنه. فبيقول له 30 عملة ذهبية مقابل المخزن و10 عملات فضية لكل أداة. فبيتعصب قوي من الراجل بس بيدفع ويمشي اموره. فبيشيل الدرع والسلاح في المخزن ويخلي باقي الحاجات معاه. المهم بيقرر انه يروح للحداد علشان يصنع أسلحة ويبيعها. بيوصل قدام مبنى كبير وبيكون ده ورشة الحدادة بتاعة القرية. فبيفتح الباب ويدخل ويلاقي مكان فاضي ما فيهوش حاجة. فجأة بيلاقي واحد عجوز نايم على السرير. بيقول له: انت مين؟ بيقول له: انا جاي عشان احترف صناعة افضل السلع هنا، ممكن تساعدني؟ بيقول له: كان على عيني، شركة ميرو بوظت السوق، بقت بتجيب سلع صيني وبتبيعها برخص تراب، وبقى لنا سنين ما بعناش ابرة، احنا قفلنا من زمان يا ابني واتكل على الله. بيتفاجئ من كلامه جريد، لكن فجأة بيجي صوت من وراه بينادي على الحداد العجوز خان. وبنلاقي مجموعة داخلين شكلهم ناويين على الشر. وبيقول له رئيسهم: هو انت لسه هنا؟ انا مش قلت لك سلم الورشة ونخلي الموضوع كده بالهداوة؟ بيطلع من ايده عقد بيع الورشة لصالح شركة ميرو، وبيقول له: انت خلاص مضيت على العقد، قاعد ليه في المكان ده؟ يا عم الحاج بلاش تختبر صبرنا اكتر من كده. بيتفاجئ جريد بالعقد وكلام الراجل، فبيقول لنفسه: شكل الموضوع فيه لبش، انا هخلع بالطريقة احسن لي. بيشوف واحد من اللي واقفين ويقول له: على فين يا نجم؟ انت شكلك يالا جاسوس من منظمة سكانر. هنا بيفهم جريد انهم عصابة مأجراها شركة ميرو علشان يطردوا الحداد بره الورشة. وبيلاقي رئيسهم من المستوى 35، فبيقول لنفسه: احنا نمشيها مفاوضات احسن. وبيرد على العصابة ويقول لهم انه لسه جديد في المنطقة وما كانش يعرف انها مقفولة ومتباعة اصلا. في نفس الوقت بيقول لهم الحداد خان: انتوا عايزين تقفلوا ورشة بقالها 7 اجيال شغالة؟ بيرد عليه واحد منهم ويقول له: ما تنقطع بسكتك بقى يا حاج، وبعدين المفروض ان انت تدفع لنا نص اللي خدته في البيعة دي عمولة. وبيقول له واحد تاني: هو مش ابنك مات هنا برضه؟ يا عم اقفلها وامشي، شكلها وشها نحس عليكم. في نفس الوقت بيسمع جريد الكلام وهو ماشي فبيتعصب، فبيقول لنفسه: احياء ابوك ما تعمل فيها بطل، الكلام ده مش لينا، ده تاكسي لازق فينا. فجأة بتجيله رسالة من النظام ان في مهمة جديدة، انه يقتل كل العصابة ويدمر العقد اللي معاهم. في المقابل هيبطل الحداد خان ادمان الكحول، وهتبقى الدنيا بينهم زبادي خلاط، وهيفعل مهارة غضب الحداد، ولو فشلت هيموت الحداد بعد كام يوم. بيقول: اهدي ما ترجعش يا جدعان. وفي نفس الوقت بيلاقي مهارة جديدة قدامه وهي صبر الحداد، ودي بتزود الصحة والدفاع والبراعة بنسبة 200% لمدة ساعة. فبيقول لنفسه: الله، حلو قوي المهارة دي، وكمان معايا مهارة الأسطورة لا يموت بسهولة، ومعايا شوية نقط حلوين أقدر أحولهم، بس للأسف أنا سبت السيف والدرع في المخزن. فبيفتكر إن لسه معاه سهم جافا، فبيقول: خليه على الله. وهنا بيقول لرئيس العصابة: حاسب على كلامك يا ذوق، الكلام بيقع منك، روح شوف طريقك بدل ما رد عليك أنا. فبيقول له واحد من العصابة: شايف نفسك عليا يا برنس؟ أنت عامل الزيطة دي على السهم اليتيم اللي في إيدك؟ طب حاسب يا بابا لا تعور روحك. فبيقول له جريد: إحنا هنقضيها كلام،
مفيش ضرب ولا ايه؟ فجأة بتجيله رسالة انه حصل على مهارة غضب الحداد اللي بتزود الهجوم بنسبة 10% وسرعة الهجوم بنسبة 30%، كل ده لمدة 20 ثانية. فجأة بيهجم عليه رئيس العصابة بضربة قوية بالسيف، لكن بيتفاداها جريد وبيجري ناحية السلم. بيجري وراه واحد منهم ماسك فاس وبيهجم عليه ويرفع ايده علشان يضربه. هنا بيفعل جريد مهارة غضب الحداد وبيضرب الراجل ضربة مرعبة في صدره وسط ذهول باقي العصابة اللي بيشوفوا صاحبهم بيموت قدامهم بضربة واحدة ومن سهم. في نفس الوقت بتجيله رسالة انه قتل مجرم وشهرته زادت 60 نقطة وحصل على 4300 نقطة خبرة، وبدأ مستواه يعلى لحد ما وصل للمستوى 8 وبقى معاه 110 نقطة. بيتفاجئ جريد ويقول 5 مستويات في قتل مجرم، ده المجرمين سعرهم حرق قوي اليومين دول. المهم بيقرر يستخدم النقاط اللي معاه ويزود القوة 50 والمرونة 60 نقطة علشان يقدر يواجه الأربعة الباقيين. هنا بيهجم عليه واحد من العصابة ويكون فاضل 10 ثواني على انتهاء مهارة غضب الحداد، فبيتفادى ضربته ويوجه له ضربة أرض جو ملهاش حل بتطير الراجل وبتلزقه في زميله، بس للأسف بيبقى لسه عايش. بيقول لهم رئيسهم الكلام ده ما ياكلش معايا، احنا مش هينفع نحارب الواد ده في الحتة الضيقة دي على السلم. نفس الوقت بيستغرب جريد ان ضربته ما موتتش الراجل على الرغم من ان هو لسه مزود احصائياته. هنا بيقول رئيس العصابة ما تنزل لنا هنا، الميدان واسع بدل الزنقة اللي الحر اللي فوق دول، ولا انت جبان وخايف؟ بيقول جريد لنفسه هو نازل لهم مش هتفرق كتير، مفيش مفر مننا اواجههم فيس تو فيس، ولو عملوا عليا كماشة يبقى هنفذ خطتي واقتلهم كلهم مرة واحدة لما استخدم مهارة صبر الحداد. بيحاول جريد تفعيل مهارة صبر الحداد لكن بيفشل التفعيل لانها محتاجة تحقق شرط معين. بيتفاجئ جريد وبيبقى هيتشل من الحسرة. في نفس الوقت بيهجم عليه واحد من العصابة فبينط ويتفادى الضربة. من وراه بيجي الاتنين التانيين بضربتين بيلبسهم تمام التمام وبيجوا في ظهره بيخرتقوه، فبينقص الاتش بي وبيطلع ازازة مشروب اتش بي وبيشربها. في نفس الوقت بيهجم عليه رئيس العصابة بضربة قوية بيتفاداها جريد ولسه بيلف بيلاقي واحد بيضربه بفاس. بيحاول يصد الضربة بالسهم لكن بتكون اقوى وبتكمل في رجله وبتجرحه لدرجة انه بيقع على الارض وبينزف. بيجيله رسالة انه استقبل ضرر 200 نقطة. بيحاول يقف بصعوبة وهو بينزف وفي نفس الوقت بيهجم عليه رئيس العصابة بالسيف. بينزل عليه بضربة قوية بيتفاداها جريد وبيطلع يجري، فبيضطر انه يستخدم جرعة قوة وبتزود قوته 50 نقطة لمدة 5 دقايق، وكمان جرعة مرونة بتزود المرونة بتاعته 50 نقطة لمدة 5 دقايق. بيتلم عليه العصابة وشغالين ضرب فيه وهو زي العرسة عمال يتفادى ضرباتهم بكل سهولة ومش عارفين يطولوه خالص. هنا بيقول لهم جريد مالكو انتوا تعبتوا ولا ايه؟ بيحاول يكسب وقت لحد ما الوقت بين الجرعات يعدي عشان يقدر ياخد جرعة تانية تعالج رجله. بيكمل كلامه ويقول لهم على العموم لو انتوا مشيتوا من سكات وسبتوا العقد اوعدكم مش هقتلكم. بيتعصبوا جدا ويقولوا له ده انت موقع واحد مننا، هو احنا هنحلك في ده يا ام العقد اصلا، المهم دم اخونا. فبيقول لهم على العموم براحتكم، انا كنت ناوي خير بس انتوا اللي مش ناويين. بيرد عليه واحد منهم ويقول له ما تبطل هري يالا انت هتموت الليله دي. لسه ما خلصش الكلمه لقى جريد بيهجم عليه ويضربه بالسهم في صدره. بيرقده في لحظتها وسط ذهول باقي العصابه. بتجيله رساله انه حصل على 4300 نقطه خبره وبرضه بيرتفع مستواه لحد لما بيوصل للمستوى 11. هنا بيقول له رئيس العصابه ده انت طلعت مش سهل وبيهجم عليه بسرعه رهيبه. في نفس الوقت بيهجم جريد على الاقرع اللي فيهم ويضربه ضربه قويه في صدره. بيتفاجئ جريد ان الضربه ما اثرتش في الاقرع لانه كان مفعل درع حمايه. فجاه بيلاقي رئيس العصابه وواحد تاني نازلين بضربه مزدوجه عليه بتلبس في صدره وبتطيره لورا. لسه بيفكر انه يهرب علشان ياخد جرعه شفاء بيلاقي الاقرع مكتفه من ظهره والاتنين التانيين جايين جري ناحيته. بيلمح جريد درع متغطي في الدور التاني فبيغرس السهم في ظهر الاقرع وبيحدف السهم في اتجاه رئيس العصابه اللي بيصد السهم بالسيف. بيطلع يجري جريد على السلم للدور التاني ويقول لخان انا هستخدم الدرع بتاعك ده. بيصرخ فيه خان ويقول له مش اي حد يقدر يلبس الدرع ده يا مجنون. بيلبس جريد الدرع وفي نفس الوقت بتكون العصابه وصلت له. بيهجموا عليه كلهم في نفس الوقت. بيصد جريد ضرباتهم كلها بضربة واحدة من السيف رهيبة بتقضي عليهم كلهم في نفس الوقت. بيجيله رسالة انه قتل 3 مجرمين وزادت شعبيته في وينستون ب 220 نقطة مرة واحدة وحصل على 15200 نقطة خبرة.
وبدأ مستواه يرتفع. في نفس الوقت بيكون وصل له خان وهو بينهج من طلوع السلم، بيتفاجئ بجريد وهو لابس الدرع وماسك السيف. بيقول له جريد انت مخبي الحاجات الحلوة دي ليه يا عم الحاج؟ الباتينو اللي صنع الأسلحة دي ايده تتلف في حرير بصراحة، عامل حاجة ألاجة. بيتصدم خان ان جريد عرف اسم صانع الأسلحة. بيقول له جريد انا اعرف كل حاجة بمجرد اني اشوفها. فجأة بيقع خان على الارض مغمى عليه. بيقرب منه جريد ويحاول يفوقه لكن مفيش فايدة. بنروح لبيت صاحب شركة ميرو بالمونت اللي بيبقى متفاجئ ان العصابة اللي بعتها مش لاقيينهم، وبيقول يعني خدوا الفلوس وهربوا ولاد الهرمة. فبيعتذر له الخادم بسرعة، فبيقول له وحياة امك لا تدفع الفلوس اللي خدوها، وبيأمر رجالته انهم ياخدوه. بيوجه كلامه لواحد لابس نظارة اسمه رابت وده الاستشاري بتاعه. بيقول له ايه اللي حصل بالظبط؟ بيقول له والله كل اللي نعرفه انهم فعلا وصلوا الورشة لكن بعد كده اختفوا. فبيقول له احنا لازم نقضي على كل الورش اللي في القرية. هو فين العجوز خان دلوقتي؟ فبيقول له واحد غريب عن القرية خده على المستشفى من ساعتين. فبيقول له اكيد الواد ده يعرف حاجة. بعد كل اللي صرفناه ده ما ينفعش نخسر الورشة، انت المسؤول قدامي واتصرف. فبيقول له ما تقلقش سيب الموضوع ده عليا. بنروح لبيت شين وبنلاقيه قاعد بياكل وفرحان انه بقى في المستوى 21، وبيقول يا سلام لو خدت السيف والدرع ده كجايزة، ده انا هبقى ملياردير. انا سبت خان في المستشفى زمانه اتعالج وبقى كويس، لما اروح اشوف ايه اللي حصل. وفعلا بيدخل اللعبة وبيلاقي نفسه جوه المستشفى وبيسأل الدكتور عن حالة خان. فبيقول له ضغطه كان عالي بس خلاص اتظبط ولازم يبطل شرب علشان يبقى كويس. بيشكر خان جريد على وقفته معاه. فبيقول له جريد يا عم الناس لبعضيها، ادفع بس حساب المستشفى عشان نمشي. فبيلاقي خان مفلس خالص، فبيضطر يدفع له حساب المستشفى وبياخده وبيمشوا. بعد شويه بيروحوا للورشه ويقول خان لجريد انت جيت لي من السما، ده انا كنت هخسر ورث اسلافي لولا وجودك، انا لازم اكافئك. هنا جريد بيريل على الدرع والسيف وبيقول له اديني دول مكافاه. فبيقول له يا ريت ينفع، ده ارث العيله وما اقدرش افرط فيه، وبعدين الاسلحه دي مفيش حد يقدر يتحمل قوتهم وعشان كده تم تجاهلهم. لكن من 130 سنه واحد بس اللي قدر يستخدمهم، الشخص ده كان باجما وقدر يستخدمهم في فنون قتال مدهشه لدرجه ان جدي الباتيو ركع ليه وطلب منه انه ياخدهم. لكن باجما رفض وقال ان في يوم هيظهر واحد يستحق يلبسهم وانت لبستهم، اللي قول لي انت لبستهم ازاي؟ فبيقول له جريد فكر كده لبستهم ازاي. بيتصدم خان ويقول له مستحيل انت سليل باجما. هنا بتجيله مهمه جديده سليل باجما، وبتكون انه يجمع كل الاساطير حوالين باجما وان يمشي على نفس طريق باجما في الحداده. بيتعصب جريد ويقول لخان يعني مش هتديني الاسلحه؟ فبيقول لي اعذرني انا محتاج دليل عشان اصدق كلامك، ما تيجي ناخد كاسين ونحتفل. فبيجري عليه جريد وبياخد منه ازازه الخمره ويقول له مفيش شرب تاني لحد ما اخلص مهمتي. فجاه بيدخل عليهم رابت ويقول لهم الحاج خان فين؟ انا عايزه في حوار، انا رابت من شركه ميرو. فبيقعد معاه خان وجريد فبيقول لهم رابت انا عرفت انك مديون ب 600 عمله ذهبيه ومش عارف تسددهم، ادينا الورشه واحنا هنعمل لك مرتب ثابت وكمان هيكون ليك الحق في اداره الورشه. فبيقول له خان انت عايزني بعد ما كنت صاحب ملك ابقى خدام عندكم؟ لا يا عم يفتح الله، انا ورث اجدادي ما فرطش فيه ولو على رقبتي. فبيقول له زي ما بيقول الناس فخرك بصنعه عيلتك جايب اخره معاك. على العموم انا عندي فكره نعمل مسابقه بينك وبين حداد من عندنا، ولو كسبنا يبقى انت وعيلتك مالكوش في الصنعه وساعتها الورشه هتبقى بتاعتنا. بيوافق خان على التحدي وبيقول له انا بقالي فتره بعيد عن المجال وعشان كده هخلي وريثي هو اللي يحضر مكاني التحدي. بيشاور على جريد اللي بيتفاجئ من كلامه وبيجيله رساله بالمهمه الجديده انه يكسب التحدي وفي المقابل هتزيد شعبيته في وينستون ب 500 نقطه وكمان هياخد 600 عمله ذهبيه، ولو خسر شعبيته هتبقى في الحضيض وهتاخد شركه ميرو الورشه. هنا جريد بيلاقي نفسه اتدبس في حوار مش بتاعه، بيضطر يوافق. بيمشي رابت وبعد ما بيقول لهم انه هيعرفهم وقت ومكان التحدي هنا بيطلع خان كام سلاح وبيقول لجريد مفيش غير دول اللي في الورشه، تعالى عشان تتدرب عليهم. فبيقول له جريد هو اللورد عارف بقصه الورشه دي؟ فبيقول له رد مين يا عم والناس نايمين، ده معاهم في الحوار اصلا، شركه ميرو ادوله فلوس عشان يعمل من بنها. فبيقول له طب ما رحتش ليه للايرل ستيم عشان يحل لك الحوار؟ بيقول له يوه ده انا حاولت كتير بس
كل مرة اللورد بيتدخل ويمنعني ان اقابله. فبيقول له جريد يا عم ما تقلقش، ما دام انا حطيت مناخيري في الحوار اعتبر الورشة رجعت لك. بنروح لشين وهو خارج من كبسولة اللعبة وبيقول يا نهار اسود الساعة 4 الفجر، انا بقالي يومين في اللعبة بس بصراحة عملت شوية شغل حلوين. يخرج لعيلته ويقعد يفطر معاهم وهم مستغربين انه صاحي بدري، ما يعرفوش انه اصلا ما نامش بقاله يومين. بنرجع للعبة تاني يوم في شركة ميرو وبنلاقي صاحب الشركة عمال يرزع ويكسر ويقول لرابط انت اتجننت ازاي تعمل التحدي ده خلاص الورشة كانت هتبقى في ايدينا، تقوم انت مديله طريقة يرجع بيها الورشة تاني، انت تعبان في دماغك. يقول له رابط يا عمنا افهم، بقالنا فترة بنشتري املاك سكان القرية لدرجة ان محدش بقى طايقنا، وخان بالنسبة لهم بطل شعبي عشان هو الوحيد اللي قادر يقف قصادنا، فخلينا نكسب قدامهم بنت جدعنة ونديله فرصة، ساعتها لما نكسب محدش هيقدر يقول لنا تلت التلاتة كام ويبقى كله بحق الله. بيرد عليه بالمونت ويقول له بكده هنكسب زباين كتير والارباح تنزل علينا زي الرز. تعجبني دماغك يالا. طب مين اللي هيدخل التحدي من طرف خان؟ بيقول له عيل هيتيا كده محدش يعرفه مين ده اصلا، بس احنا هندخل بواحد صنايعي من الحرفيين يخلص التحدي في ثواني. بنروح للورشه وبنلاقي خان قاعد ومعاه عجوز تاني بيتفرجوا على جريد وهو شغال. فجاه بيدخل عليهم واحد ومعاه اعلان بميعاد ومكان التحدي. اول ما بيشوف سكان القريه الاعلان بيقولوا الله، طب ما شركه ميرو طلعوا ولاد ناس اهم وبيحترموا خان، ده كمان لو خسر هيخلوه مدير الورشه. ايه ده، هو عايز ايه تاني ده؟ الناس عاملين اللي عليهم وزياده. بيتعصب خان وبيقطع ورقه الاعلان ويقول لهم دول تعبين وبيلعبوا من تحت لتحت، خدوا بالكم كل حاجه في القريه هتتاخد بالحنجل والمنجل عشان عارفين ان القريه هتتطور وتبقى مدينه. هنا بيعرف سكان القريه انهم اتاخدوا تاني بكلام وتصرفات الشركه. بيطلع واحد غريب عن القريه ويقول هو انتوا بعتوا الارض والاملاك بمزاجكم ولا غصب عنكم؟ بيلاحظ جريد ان في علامه لونها اخضر فوق الشخص وبيعرف انه لاعب حقيقي، فبيردوا عليه لا بمزاجنا وكنا هنسيب القرية ونروح مكان تاني، بس لما عرفنا ان القرية هتتطور قررنا نقعد فيها. فبيقول لهم يبقى العيب عليكم مش على الشركة. بيتعصبوا منه ويقولوا له انت ايه دخلك في الحوار اصلا؟ فبيقول لهم من غير قلة ادب انا شايف ان وجود الشركة مش هيضركم في حاجة، بالعكس الشركة محتاجة للسكان عشان تجارتها تزيد، وطبعا هينوبكم من الحب جانب. فبيقتنع الناس بكلامه. في نفس الوقت بيتابع جريد الحوار وبيلاحظ ان الشخص ده بيعرف يتكلم حلو قوي، فبيسأل خان الشخص عن اسمه فبيقول له اسمي هوري. فبيقول له خان كلامك جميل، ده حتى الايرل ستيم كان عامل قانون ان من حق السكان انهم يعرفوا كل حاجه عن القريه. فبيقول له قول لي كده يعني شركه ميرو خبت اخبار التطوير وساعدها اللورد؟ لا الصراحه اقنعتني يا راجل يا طيب، على العموم انا همشي، بس انا سمعت انكم مش قادرين توصلوا للايرل ستيم عشان تحكوا له على اللي بيحصل من ورا ظهره، انا ممكن اساعدكم واوصل له الاخبار. وبيشكرهم وبيمشي. هنا بيتفاجئ جريد من مهاره هوري وبيقول الواد ابن النصابه خلاهم ادوله مهمه من غير ما ياخدوا بالهم ولا حتى يطلبوا منه، ده عيل دماغه سم. بيطلع يجري وراه وبيتعصب ويقول له انا عارف انك جاي من طرف شركه ميرو، ايه اللي غيرك وخلاك بقيت في صف السكان؟ فبيشارك معاه المهمه الجديده. وهنا بتظهر قدام جريد تفاصيل مهمه هوري وبيعرف ان مهمته فتح الشركه قدام الايرل ستيم في مقابل انه هيحصل على لقب مرسول للعداله، وهتزيد شعبيته في وينستون، وكمان هيفتح مهاره جديده اسمها عدالة لا تقهر هتزود كل الإحصائيات بتاعته 10 نقط. بيتفاجئ جريد من المكافآت الكتيرة اللي في المهمة. بيقول له انت ازاي خليتهم يدوك مهمة من غير ما يطلبوها؟ فبيقول له يا عم دي طريقة قديمة وكل اللاعبين الأوائل في اللعبة يعرفوها، على العموم ما تضايقش نفسك، أكيد هينشروا الطريقة دي في مواقع كتير وهتعرفها كويس. بيرد عليه جريد وهو مبلول من الكسوف يقول له أنا من أوائل الناس اللي لعبوا اللعبة. بيضحك عليه هوري ويقول له وما تعرفش الطريقة دي يا خيبتك. بيتعصب جريد ويقول له غور من وش يلا. بيخرج من اللعبة ويتفاجئ هوري ان جريد خرج، فبيقرر يكمل طريقه علشان ينفذ المهمة. وبيقول انا لسه في المستوى 127 على الرغم من اني بلعب 18 ساعة يوميا من اول ما اللعبة نزلت، ده اكيد بسبب فئتي فئة الكلامنجي، انا هجومي الوحيد هو لساني الحلو، عشان كده مش عارف ارفع مستوايا زي الفئات التانية، انا اسلحتي وصحتي وقوتي القتالية قليلة جدا، ده انا ما عنديش مهارة حتى للهروب، انا محتاج انفذ المهمة دي عشان اقدر ارفع من احصائياتي شوية. بعد شوية بيوصل عند بوابة القرية وواقف عليها حراس، فبيصبح عليهم ويطلب منهم انه يخرج من القرية عشان هو مسافر. محدش بيرد عليه. فجأة بيلاقي واحد واقف وراه وبيقول له محدش هيعبرك، انا امرتهم بده. بيبص بيلاقي رابط واقف وبيقول له المفروض انك ترجع تقول لي عملت ايه بعد ما رحت ولعبت في دماغ سكان القرية علشان يحبوا
والشركة. بيقول هوري في نفسه أنا لازم أستخدم مهارة الإقناع عشان أخرج من الورطة دي، وفعلا بيفعل المهارة ويقول له أنا لسه بفكر هقنعهم إزاي، دي طريقتي في الشغل، بتمشى شويه لحد لما ظبط دماغي. فبيقول له رابت انت بتشغل دماغك عليا انا، انت خنتنا يا برنس. بيتفاجئ هوري ان مهاره الاقناع ما نفعتش معاه. بيؤمر رابت الحراس انهم يقبضوا عليه، فبيحاول هوري انه يهرب لكن بيلاقي حارس رمى عليه حبل وكتفه، فبيطلع سلاح علشان يقطع الحبل. بيلاقي الحارس التاني ضربه في ايده ووقع منه السلاح، فمش بيلاقي مفر غير انه يخرج من اللعبه. لكن بيجيله رساله انه ما يعرفش يخرج في الوقت ده. هنا بيقول له رابت هو انت ما تعرفش اننا عاملين تعويذه عشان ما تقدرش تخرج، وبما ان قتلك هيخليك تصحى من جديد فالافضل اننا نسجنك. بيؤمر الحراس انهم يسجنوه في متاهه القلعه. في نفس الوقت بتظهر له رساله انه تم تغيير المهمه لمهمه من الفئه اس وهي الانتظار، وعليه انه يفضل جوه اللعبه وما يخرجش منها لمده 50 ساعه متواصله. بيقول لنفسه يا دي الحوسه، المهمه صعبه جدا، بما اني عازب وعاطل مفيش قدامي غير ان استحمل وخلاص. فبيوافق على المهمه وبتجيله رساله بمكافاه تنفيذها انه هيحصل على لقب شريك مرسول العداله، ولقب الذي تحدى الصعاب، وهيتفتح له حاله شجاعه هتزود كل احصائياته 20 نقطه، وكمان حاله لا تقهر، وهيحصل على مهاره عداله لا تقهر، ومهاره التضحيه من اجل العداله، وكمان مهاره عزيمه قويه. هنا بيفعل وضع الثبات في الكبسوله علشان يقدر يتحمل الوقت الطويل ده، ان هيتم مراقبه اشارات دماغه وهيتم اخراجه بالقوه لو كان في ضرر على حياته، وهيتم ارسال فريق طبي لمكان بيته، ولو حاول حد يفصل الكبسوله من بره هيتم ارسال موظف لحمايه الكبسوله لحد لما يعدي الوقت. ايه يا عم كل ده، لعبه دي ولا حرب جواسيس؟ بنروح لمبنى شركه اس اي للعبه ساتيسفاي، وبنلاقي لم قاعد قصاد شاشات النظام ويجيله طلب تصريح بارسال معدات الطوارئ لان في شخص هينفذ مهمه الانتظار من الفئه اس. فبيوافق على التصريح وبيقوم من على مكتبه وبيمشي وهو بيقول لنفسه المهمه دي مش سهله، لو قدر عليها هيبقى اول واحد يحصل على تصنيفين من ساتيسفاي. بنروح لقاعه اجتماعات ساتيسفاي وبنعرف هنا ان هوري اسمه الحقيقي دامب ومن منغوليا وعنده 25 سنه. بيطلب لم من رئيس الفرع المنغولي انه يامن سلامه اللاعب، فبيقول له كله تحت السيطره والاسعافات الاوليه جاهزه والحكومه المنغوليه متعاونين معانا. فبيطلب منه انه يذيع في الاخبار خبر ان في احتمال حد يقدر يحصل على تصنيفين، وده هيزود شعبيه اللعبه في منغوليا. المهم بيعرف ان نسبه نجاح هوري في المهمه يدوب 9%، وان سيناريو اللعبه ان لاعب الام بي سي اللي هينقذه هيروح للسجن تحت الارض، ولما بيراجعوا البيانات بيكتشفوا ان جريد كان اخر واحد شارك معاه معلومات المهمه، وبدل ما كان لاعب ام بي سي هو اللي هيقوم بمهمه انقاذه اتحول ان اللاعب اللي هينقذه هيكون جريد. بنروح لشن اللي بيكون قاعد في كافيه وبيخبط ويرزع ويقول يا ابن الذين يا خان، بقى تدي الواد ده مهمه لوز بالشكل ده وانا تديني المهمه المنيله دي؟ ماشي ده انا حتى اللي دفعت لك مصاريف علاجك. المهم بعد شويه بيرجع بيتهم وهو بيتطوح.